بس مع الوقت لا، الحمد لله العربيه جت مع الوقت، لا الفلوس بقت متوفره، بقت كويسه. طب ده ليه؟ هل احنا ماشيين ان هو بشكل عشوائي اللي هو يا عم ربنا هيرزق وخلاص؟ لا، احنا مش ماشيين كده. يعني مش ماشيين برضو يا عم ما ربنا هيرزق، ما هو ربنا هيرزق وانا بسعى. السنة اللي فاتت بالظبط يوم 3/9 تحديدا نزلت فيديو بتكلم فيه عن حاجات مهم تعرفوا عن الكلية، وكانوا 10 حاجات بنتكلم عنهم في الفيديو ده. الفيديو ده موجود على الشانل، من احسن الفيديوهات اللي عملتها، مش عشان انا اللي عامله بس، هو بجد من احسن الفيديوهات اللي انا اشتغلت فيها على القناة بتاعتي. اتكلمت في الفيديو ده عن الدراسة والمذاكرة وتعمل ايه في الجامعة، وازاي تنظم حياتك ووقتك والشغل في الجامعة والصحاب والعلاقات، وازاي تبقى اجتماعي، حاجات كتير قوي. فيديو بجد انا بعتبره من الفيديوهات المميزه واشتغلت عليه كويس. روح شوف الفيديو وقول لي رايك. والفيديو بقى اللي احنا بنصوره دلوقتي ده هو يعني يعتبر مكملات، حاجات اضافيه. كل الحاجات دي انا بقولها اصلا من واقع تجربتي مش اكتر. فالفيديو ده هيبقى 6 أو 7 اضافات على الحاجات اللي فاتت. يلا بينا. اول حاجه مهمه تعرفها هو انك مش شرط تشتغل بنفس الدرجه العلميه اللي انت وصلت لها او بالشهاده بتاعتك، ودي حاجه مهمه قوي تعرفها دلوقتي، علشان يعني في ناس بتبدا في حاجات تانية وهي في الكليه اصلا. والحاجه دي مهمه قوي علشان ده هيخليك تشتغل على نفسك اكتر في فتره الجامعه، ويخليك كمان عارف انت المفروض تبقى عايز ايه، وتجرب كتير لدرجة ان انت تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي، وايه اللي انت اصلا متحمس تجربه، وايه الحاجة اللي انت مستعد تحط فيها وقت ومجهود. لان انت عندك على الاقل خالص 4 سنين في الفترة دي. 4 سنين تقدر تعمل فيهم حاجات كتير قوي قوي قوي. 4 سنين هيعدوا بسرعة كفترة جامعية مش هتحس بيهم، بس ال4 سنين دول كافيين قوي ان انت تطلع من ال4 سنين دول وانت متمكن. وغير كده كمان انت ممكن الحاجات دي تفتح بيها شركات بعد كده، والحاجة دي هنتكلم عنها كمان شوية في النقاط الجاية. تاني حاجة ومهمة قوي، راجع نفسك كل نهاية سنة، والموضوع ده هيفرق قوي. حاول كده تسترجع بقى ذكريات السنة كلها، وايه اللي حصل في السنة دي، وايه تطوراتي انا. ويستحسن هنا انك تبقى بتوثق السنة دي او بتوثق السنين دي كلها، لان بالذات ال4 سنين بتوع الجامعة بتحسهم كده بيطيروا. يعني مش بتحسهم زي مثلا لو انت في مدرسة او بتروح دروس انت بتبقى عايز تخلص، انما في الجامعة هتلاقي ان السنين دي بتخلص من تحت ايدك كده، ما انت مش حاسس بيها اصلا، مش عارف ايه اللي بيجرى. يعني مش هتبقى عايز يلا اهي نخلص والموضوع ده يعدي، لان اصلا هي هتخلص وانت مش واخد بالك. فيستحسن هنا انك توثق فعلا السنين دي، تبقى اللحظات دي انت عارفها. يعني عارف كده لما تيجي تقلب على تيك توك وتلاقي الناس بيعملوا فلوجات كده، اللي هو الحاجه دي بتفرق قوي. تحس ان انت فعلا كان بتعدي عليك اللحظات دي بس انت مش فاكرها، وافتكرتها اول لما شفت الفيديوهات بتاعتهم دي. هم عايشين حياه جامعيه، فتحس ان انت مش عايش الحياه الجامعيه دي. فصور نفسك مثلا كل كام يوم، الحاجات المميزه صورها، احتفظ بيها. والحاجات دي هتفرق قوي بجد. الحاجات دي هتبقى مميزه كده، هتفتكر السنين دي كمان في اخر السنه بعد ما تخلص الفاينل بقى الترم التاني. هتكتشف ان في حاجات عدت طول السنه دي، مرينا بحاجات كتير قوي، عقبات كتير، مشاكل كتير، حاجات مفرحه كتير، ولحظات جميله. فبجد هتفرق قوي، تفرق قوي 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 من دلوقتي. وبقول لك وثق الحاجات دي. واعتقد اصلا معظم الناس دلوقتي اصلا اسهل حاجه بيعملوها ان هم يفتحوا تليفون ويصوروا. اعتقد هتبقى حاجه لطيفه. تالت حاجه بقى، ما تدخلش في اي علاقه عاطفيه في الجامعه. وان كان الموضوع ده مغري قوي في الفتره دي بالذات، وبقى الانفتاح بقى، وفي اختلاط في الجامعات والكلام ده كله، والموضوع مغري ومحبب الينا جدا جدا يعني، سواء بقى كذكور او اناث. وده العادي على فكره، ان دي الفطره بتاعتنا، اللي هو الموضوع مغري ومتسهل قوي. يعني الموضوع اسهل بكتير من قبل كده لما كنت بقى في مدارس والكلام بقى ده بعيد تماما عننا. معرفش انتوا كنتوا ايه في المدارس بتاعتكم، ولا كنتوا ماشيينها ازاي؟ بس احنا الموضوع عندنا كان لا، اللي هو ما مفيش الكلام ده. اما لما دخلنا الجامعه في اختلاط، في كلام، في بنقف مع بعض عادي، الكلام ده كله وده موجود في الجامعات. بس فكره بقى الارتباط بقى، الوصول لمرحله تانية خالص، يعني بكل الحب بقول لك بلاش. بلاش صدقني. ليه بقى؟ عشان معظم الحاجات دي اصلا ما بتبداش صح، وبدايتها مش صح، ما بتنتهيش صح. يعني في الغالب معظم العلاقات بتاعت الجامعه بتبقى فاشله. يعني
مش عايز اقول عن تجربه لان انا ما جربتش الموضوع ده لحد دلوقتي، والموضوع ده بيبقى غريب قوي في وسط الناس، يعني انت هتحس ان انت غريب قوي. انا بقول ده عن طريق اللي انا شايفه، عن طريق الصح بتاعنا. فخليك على مبادئك، وان كانت دي مش مبادئك يعني، بس دي مبادئ الاسلام، فابعد عن الموضوع ده احسن احسن لسلامه عقلك وسلامه قلبك. وانا طبعا يهمني سلامه قلبك. اما سلامه عقلك، فالموضوع ده ممكن يحسسك ان انت مش مرغوب فيك، ان انت شخص مش كويس، ان انا ما استاهلش. آه، غير كده بقى اللي هو انا اصلا فاشل في الموضوع ده. وان كانت في حالات، فهتلاقي ان 90% 90 ايه 99% من العلاقات دي في الكليه مش بتكمل صح، او مش بتكمل اصلا. والحاجات دي ليها توابع على فكره، يعني ليها بقى ايه، تعالى بقى قابل بقى. اول حاجه بقى ان انت اصلا يعني تقريبا هتكره الشخص ده لو حصل انفصال بطريقه معينه، مش عايز تقابله، مش عايز تشوفه، مش عايز عينك تيجي في عينه، كل الكلام ده كله. تاني حاجه بقى، انت هتكره الجامعه، يعني انت ممكن تكره الكليه وتكره الجامعه وتبقى عايز تحول وعايز تمشي، مش عايز تنزل اصلا. فالموضوع ده سلبي قوي يا جماعه، بجد سلبي قوي، وبيجيب حاجات توابع سلبيه سلبيه جدا يعني. والموضوع ده محبب لينا، ممكن اي حد فينا يقع فيه، سواء انا وانت، ويبقى عايز ده فعلا، لان دي الفطره بتاعتنا. بس حاول تمنع نفسك، يعني حاول تمنع نفسك من الهوى، لان ده هوى، صح؟ فبس يعني ربنا يوفقنا جميعا، ونقدر نوصل للي احنا عايزينه، بس يبقى بالطريقه الصح، صح ولا ايه؟ خلينا نخش على النقطه اللي بعديها. تالت حاجه، البيئة اللي حواليك أو البيئة اللي أنت تحط نفسك فيها ممكن تغيرك 180 درجة. كل صديق أنت بتعمله، كل واحد أنت بتتعرف عليه، نظرتك وتوقعاتك عن المكان اللي أنت نازل ليه، أو المكان اللي أنت هتقعد فيه فترة طويلة أوي في حياتك، أو في اليوم على مدار الأربع سنين الجايين دول. البيئة اللي حواليك لو بيئة منتجة إيجابية، بيحبوا نفس الحاجات اللي أنت بتحبها نوعا ما، هتلاقي إن ده بيفرق في تفكيرك وإنتاجيتك وحبك للمكان. يعني انا مثلا بالنسبه لي في مكان في ناس شبهي، في ناس مهتمه بنفس اهتماماتي، حتى الجو كده العام، الناس بتحب بعض يعني في ناس كويسه بصراحه، يعني ربنا يبارك لهم، يعني بيشجعوا الواحد كده ويحفزوه، اللي هو لا اعمل كمل جامد مش عارف ايه الكلام ده كله. فدي حاجه حلوه قوي، دي حاجه حلوه قوي تحسسك ان الدنيا ماشيه تمام. فكون ان انت حاطط نفسك في المكان الصح مع الناس الصح، والبيئه اللي انت عاملها بنفسك، البيئه اللي انت مجمعها لنفسك مش مفروضه عليك، واختيار البيئه اللي انت هتقعد فيها ده مهم جدا في فتره الجامعه. هيغيرك بشكل كبير، هيغيرك في تفكيرك وفي كل حاجه، وفي شخصيتك كمان، شخصيتك هتتغير برضه. فتره الجامعه دي شخصيتك فيها تتغير، لان انت لسه برضه شخصيتك مش متكونه بشكل كبير. انا وانت والناس اللي لسه ما عندوش سن 25 سنه مثلا أو الكلام ده كله، تلاقي ان هم لسه برضه لسه الموضوع معاهم مطول شويه. فكل واحد انت بتعرفه، وكل حد انت هتتعلم منه حاجه، او هيتعلم عليك في حاجه منه، فده هيفرق معاك قوي. فخد بالك من الناس اللي حواليك، البيئه اللي انت هتقعد فيها اختارها بعنايه. وده بينقلنا للنقطه اللي بعد كده، وهي النقطه رقم 5، واللي تعتبر اهم حاجه في مرحله الجامعه كلها. النقطة رقم 5 هو إنك تبقى اجتماعي، خليك اجتماعي وتعرف على ناس كتير. لو أنت شخص اجتماعي أصلا، يعني عاش كمل في الموضوع ده. ولو أنت مش شخص اجتماعي، فالموضوع ممكن يبقى صعب شوية، وهو فعلا مش موضوع سهل إن أنت تروح تتكلم مع حد. في ناس بقى عندها رهاب اجتماعي، في ناس تانية أصلا بتميل للعزلة والحاجات دي كلها. أنا في الغالب يعني يعني أنا بقول الكلام ده ليكو وليا، يعني أنا كمان في النقطة دي بالذات، انا شخص بحب العزله شويه، وبحب ان انا اي نعم، مش يعني لو انا موجود في قلب الجامعه قشطه ماشي يعني، مش بقف لوحدي والكلام ده كله. اما بعد كده بقى مفيش تواصل قوي، ما مش عارف ما بكلمش ناس كتير، ما مش بحب اتكلم اصلا في معظم الاوقات يعني. وساعات ابقى اجتماعي قوي، ساعات بقى اتراجع كده وارجع بقى لطبيعتي. قطر يعدي بس. وهنا بقى يجي السؤال المهم، ليه بقى اصلا اكون اجتماعي، او ليه انا اصلا بقول لك خليك اجتماعي؟ اول حاجه في انك تبقى اجتماعي، انك هتتعرف على ناس كتير قوي وشرايح كتير من المجتمع.
يعني على حسب اختلاف الشريحه اللي انت بتتعامل معاها. فانت هتتعرف على ناس كتير قوي هيكون في منهم نفس الاهتمامات اللي انت بتحبها والاهتمامات بتاعتك اصلا. فده هيحسن اصلا من صحتك النفسيه، وانك نازل الكليه حابب الموضوع، ونازل تتعامل مع ناس انت اصلا نفس اهتماماتهم وهم نفس اهتماماتك. فالموضوع هيفرق قوي، هيفرق قوي قوي يعني في حوار ان انت اصلا تنزل حابب الموضوع ده، او انت تنزل حابب الجامعه. ثانيا بقى هتتعرف على ناس كتير قوي، ودي من ضمنها ان الناس تكون مختلفه عنك، او الناس مش نفس اهتماماتك. ودي حاجه المهمه بقى في الموضوع كله، ان مش شرط ان انت تتعرف على ناس هم اهتماماتك بس، اللي هو انا بحب الرسم فانا هنزل اشوف الناس اللي بتحب ترسم والمجتمع بتاع الرسامين والكلام ده كله. فلا، الموضوع مش هيمشي كده. فكونك انك تتعرف على ناس مش شبهك ومش نفس اهتماماتك ومختلفين عنك تماما، ده الاصل بقى، ده الجمدان كله. هتعرف حاجات جديده انت ما كنتش ممكن تبقى عارفها، هتضيف لنفسك اهتمامات انت ممكن ما تكونش اصلا واخد بالك من ان انت بتحب الحاجه دي، ممكن تكون بتحب الحاجه دي وما تعرفش. هتعرف حاجات انت ما كنتش تعرفها في البيئه القديمه بتاعتك اللي انت كنت عايش فيها قبل كده، سواء بقى كانت المجتمع الصغير اللي هو صغير نسبيا برضو بتاع المدرسه مثلا، وبتنتقل بقى لمجتمع تاني كبير شويه وتعرف فيه ناس اكتر، وزي ما قلت لك شرايح مختلفه، وده المهم. تالت حاجه بقى، شخصيتك هتتغير. شخصيتك هتتغير لانك هتشوف ناس كتير قوي، وناس متخلفه وناس كويسين وناس طيبين وناس مش عارف ايه. فانت هتشوف ناس كتير قوي وشخصيتك هتتغير، ودي اهم حاجه تحصل برضو في الكليه وفي الفتره بتاعت الجامعه دي، ان شخصيتك هتتغير وهتتحسن، وممكن تبقى للأسوأ يعني. فانت خد بالك من المرحله دي بشكل كبير قوي، بالذات على مستوى شخصيتك ومستوى تفكيرك. فهتقابل ناس مش نفس تفكيرك، ناس ممكن يكون تفكيرهم غلط، ناس متفتحين زياده عن اللزوم، ناس المواضيع بالنسبه لهم عادي مفيش مشكله. فانت برضو خلي عندك حدودك، وخلي عندك المبادئ اللي انت ماشي عليها. الموضوع ده بيفكرني بان بان الحاجه اللي تاخدها معاك وانت رايح الكليه هي تربيه اهلك ليك. الحاجه بقى الاخيره خالص واللي هننهي بيها، في الجامعه والكليه بالذات، بمجهود قليل تقدر تجيب نتائج عاليه. بمعنى بمعنى ان انت لو جيت ذاكرت قبل الامتحانات على طول، فبنسبه 90% انت هتعدي عادي، هتعدي صافي، وكمان ممكن تكون تجيب جيد جدا او جيد او ايا كان، يعني على حسب الكليه اللي انت فيها. فمجهود قليل قوي هتعمل نتائج عاليه. لو عارف انت اللي هو 20% من المجهود يديك 80% من النتائج. بس الفكره هنا ما تستخدمهاش كده. يعني تستخدمهاش كده ازاي؟ يعني ما تذاكرش قبل الامتحانات وبالمجهود القليل اللي انت هتذاكره، انت كده كده مش بتذاكر طول السنه فيعتبر مجهود قليل، وان كنت بتبذل مجهود اضعاف في اخر الايام دي عشان مفيش غيرها خلاص، انت قبل الامتحان بيومين حرفيا. فالفكره هنا انك تعمل مجهود قليل بس على فترات. يعني ازاي؟ ما تستناش لاخر الترم وتذاكر. ممكن تحدد مثلا ساعه يوميا، ساعه يوميا حرفيا مش حاجه في وسط ال 24 ساعه اللي احنا ممكن نكون بنضيعهم اصلا على التليفون. يعني عارف انت اللي هو انا عايز اعمل رياضه او عايز اروح الجيم مثلا، فانا كده انا حاسس ان انا مضغوط مثلا، مش عارف اروح الجيم، ما عنديش وقت. فحرفيا الساعه اللي انت ممكن بقى حاسس ان انت هتضيعها دي، انت اصلا كده مش هتعمل فيها حاجه. فجرب، يعني جرب انزل اعمل الحاجه اللي انت عايزها. فساعه يوميا هي عباره عن حرفيا ان انت مش بتعمل حاجه الا انت بتفتكر بس الماده، او ممكن تكون بتحضر للمحاضره اللي جايه. فالموضوع ده هيفرق معاك قوي، لان النتائج هتفرق في الاخر بشكل كبير جدا. ودي اهم نقطه ممكن تعملها. ساعه واحده تكفي، وان كانت الساعه دي مش هتعمل فيها حاجه فعلا، بس ده هيفرق معاك. عارف انت اللي هو دي بتتراكم، يعني مش بتضيع. ده معدل تراكمي، او بتمشي بمعدل تراكمي. فالساعه الواحده اللي في اليوم دي هي ملهاش لازمه في اليوم نفسه، او مش هتعمل فيها حاجه في اليوم نفسه، دي مجرد ساعه. بس هتيجي بعد بقى اسبوعين ثلاثه تيجي للميد ترم، هتلاقي ان الموضوع بيفرق قوي، وده رسميا من غير ما تراجع ورايا. ودي على فكره عموما يعني ماشيه في العادات برضو. يعني لو جيت بتشوف انت ازاي ممكن تبني عاده، هتلاقي ان انت لو حطيت للعاده دي حرفيا 5 دقايق يوميا انك تعمل العاده دي، هتلاقي ان بعد كده المعدل فعلا بيمشي تراكمي. يعني مثلا اقول لك حاجه، جرب دلوقتي اعمل ضغط، اعمل ضغط، شوف هتجيب كام. هتجيب 5 ضغط مثلا، حلو. بكره اعمل نفس ال5، بعده اعمل نفس ال5، كمل كمل. هتلاقي ان انت عند ال5 مش بتتعب، بعد فترات هتلاقي عند ال5 انت مش تعبان، هتكمل. فكمل كمل 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 لحد 30 يوم مثلا، هتلاقي ان انت بتجيب 25 عدة ضغط، 30 عدة ضغط، وانت اصلا يعني ما عملتش حاجه غير ان انت بتعمل نفس ال5 كل يوم. اعمل واحده كل يوم،
فاهم نفس الفكره. فهي هتبني سلمه سلمه، والموضوع هيفرق. لو انت مش مصدقني، انت لسه ما دخلتش الجامعه، روح جرب على الضغط او العقله او ايا كان، هتلاقي ان فعلا كلامي صح. وبس، شكرا ليك لو انت بتسمع الفيديو او وصلت لحد هنا. يعني تجربه جديده، اعتقد انا ما سمعتش قبل كده يعني بالطريقه دي، بس هحاول بجرب. وبس، لو الموضوع لذيذ ولطيف قول لي او اعمل لايك، الموضوع هيفرق قوي. وما تنساش بقى تسبسكرايب وتلايك وتشير، واشوفك في الفيديو الجاي اللي انتوا عايزينه يبقى ايه. شوفوا انتوا عايزينه يبقى ايه واحنا نتكلم عليه. والى اللقاء. كان معاك محمد عبده. سلام.